يعني حسب البلدان العربية يبدو أن البلدان العربية اللي شهدت ثورات منذ سنة 2011 نجحت البعض منها مثل تونس ومصر على أنه تكون المرأة متواجدة أكثر في الحكومات وفي البرلمانات، لكن ليس بالشكل اللي تأمله نساء العربيات لدول الربيع العربي. في بعض الدول تقريبا تراجع دورها، نذكر على سبيل المثال دول التي تعرف بعض الحروب أو النزاعات المسلحة فيها مثل ليبيا واليمن وغيرها من الدول اللي أصبح وضع المرأة مهدد وتقريبا منعدم على المستوى السياسي، ولا يمكن أن نحكي على حضور المرأة سياسيا. بقي بالنسبة لباقي الدول أعتقد أنه ما زال محتشم، وهذا لا يعكس الدور الذي قامت به المرأة العربية في مثل هذه الدول كتونس ومصر مثلا في تغيير الأوضاع في البلاد والثورة ومشاركتها في الثورة ومشاركتها في كتابة الدستور ومشاركتها في فرض نظام مدني ومشاركتها في إرساء السلم والسلام في البلدين، لكن على مستوى مواقع القرار بقي دورها غير المأمول. مثلا في تونس في الحكومة تقريبا 9 نساء، في حين أن الدستور التونسي ينص على المساواة التامة وينص أيضا على التناصف في مواقع القرار، إلا أن الحكومة لم تعكس تناصف وبقي دورها مرضي لكنه غير المأمول. من حق المرأة أن تكون متواجدة في مواقع القرار، ونحن نشتغل في تونس الآن، وبمجرد أن أعود إلى تونس هنالك مشروع قانون سيعرض على البرلمان التونسي في ليس التمييز وإنما تطبيق التناصف في مواقع القرار في الإدارات والوظائف العمومية وفي مجالس الإدارية، وهذا ما يعطي للمرأة مكانة أكثر على مستوى التسيير الإداري والتسيير العمل اليومي والتسيير الوظيفي، وهذا ربما يخلق لا تمييز إيجابي وإنما يعني تموقع المرأة أكثر في شغلها وإمكانية أنها تحرص أيضا على وظائف قيادية داخل الشغل. احنا متألمين لما يحدث في ليبيا، ليس لي كلام يمكن أن أعبر به على ما رأيناه من مجازر حصلت للأشقاء والأخوة المصريين، لكن أيضا لتعلموا أن الأنباء التي أتابعها عبر شبكة الفيسبوك لأني منذ أسبوع لست في تونس، أن نفس الآلام التي تشعرون بها نشعر بها بدورنا، لأن التونسيين أيضا مستهدفين من قبل هذه الجماعات الإرهابية والجماعات الإجرامية، ولا أعتقد أن هؤلاء يمكن أن نكنيهم بالإنسان. يعني هذوما دخلوا في مستوى من التوحش ومستوى من الإجرام اللي ترتقي إلى أنهم ربما حيوانات أكثر من أنهم فيهم قطرة دم إنسانية بقطع النظر على الديانات. وأعتقد أن دور المجتمع المدني ودور المرأة الآن لابد أن ينكب على مقاومة هذه التيارات وهؤلاء الأشخاص، لأن هؤلاء الأشخاص في نهاية المطاف نحن يعني النساء والأسرة لها دور كبير في إمكانية المساهمة في مقاومتهم وإن شاء الله القضاء عليهم إن شاء الله.